باقي من الوقت ساعة، ولم يكتب أي طالب في لجنة الامتحان على ورقة إجابته سوى اسمه. إنها حقا كارثة. عندما حاولت أن أبلغ صديقتي أن تتجه إلى اليمين قليلا كي أستطيع الكتابة وراءها، لكنها كانت تكتب بسرعة جنونية خائفة من انتهاء الوقت، لذا لم أستطع الكتابة وراءها. لقد اعتقدت أن الامتحان سوف يأتي من النصف الأول في المنهج، ولكنني صدمت عندما رأيت الأسئلة وكأنني أراها لأول مرة. ماي فريند، عندما أبلغت صديقي الدحيح أني لم أكتب أي شيء في ورقة إجابتي لم يعني انتباهه وعمل من بنها، وعندما توعدت له بالقتل نظر لي وقال لي بنبرة فيها استعلاء: سوف أنتهي من ورقتي وأساعدك. الوقت يمر والرهبة تزيد. لم يجد المراقب سوى حل واحد، وصاح بجميع الطلاب أن يخرجوا جميع البراشيم والمراجعات من تحت المدرج كي ينقذهم من السقوط. عندما صاح المراقب أنه لم يتبقى سوى دقيقتان، أدركت أنه لا مفر من السقوط، واحتضنت ورقتي بشدة وقلت لها: لا تقلقي، هنعوض.